الحدوتة بتقول: كان يا مكان في بلد من بلاد، مش زمان، بلد هنية. اسمها ايه؟ اسمها الشرقية. طلعت فيها صبية. الصبية دي كانت حاسة ان هي مش غبية ومش ذكية، هي واحدة ملهاش شبيه ولا مثيل. قالت: انا عايزة ابقى دكتورة. ولا قالوا لها عايزة تبقى دكتورة؟ بقت جواها شخصيتين، واحدة عايزة تبقى دكتورة، واحدة مش عايزة تبقى دكتورة. الصبية ديت كان ليها أب من الناس العالية، الناس اللي هم البهوية، الدكتوراه والجامعة والمحاضرات. الراجل دوت كان بيديها كتير من التنبيهات، ويقول لها لازم تبقي دكتورة عشان تكملي السلسلة. لكنها ما كانتش واحدة عادية، قلنا ان هي صبية. طارت في البلاد، وسابت الشرقية الهنية، وسابت مصرنا الغنية، وراحت لأرض ايه؟ السعودية. أرض السعودية. الصبية ديت بعد فترة دخلت مجالها وبقت متميزة عن أقرانها، ولكن لسه جواها حتة بتقول: أنا لسه في حتة مش أنا لسه في حتة بتاعتي ما لقيتهاش، أو نلاقي الحتة بتاعتي بس مش هي ديت. هربت الصبية، وهربت من مجال كان بيديها فلوس حلوة، شولت. وقالت: أنا قررت أمشي ورا القلب واركن العقل. حصل. صح؟ ما تكملي لنا الحدوتة. أكمل أنا الحدوتة. قولي لي الأول أنت مين؟ عرفي الناس أنت مين وكملي الحدوتة. وأنا صغيرة كانوا دايما البنات في الفصل يقولوا لهم عايزين تطلعوا إيه؟ يقولوا عايزة أطلع دكتورة. وأنا يقولوا لي عايزة تطلعي إيه؟ يقولوا لهم عايزة أطلع صحفية، عايزة أطلع مذيعة. عمري ما قلت عايزة أطلع دكتورة دي، وفي الآخر تقريبا أنا الوحيدة اللي طلعت فيهم دكتورة يعني. ف دخلت كلية صيدلة وكنت يعني كنت حباها. بابايا طبعا رؤيته التعيين في الجامعة والدكتوراه والحاجات دي هي بالنسبة له أهم من أي تخصص. كان دايما يكلمني على حتة البحث العلمي، وكان دايما حتى ساعات يقول لي العلم من أجل العلم، وأنا كنت أزعل أوي، أنا مش عاجبني الكلام. لدرجة أنا عملت حركة يعني مش كل الناس عارفاها قوي، بس أنا كنت بجيب تقديرات عالية قوي، فكان عندي فرصة أن أنا أتعين في الجامعة فعلا، وسبت ده بمزاجي وقلت لا، أنا هشتغل صيدلانية وهتحرك وهدرس حاجات كتير حوالين الصيدلة، لأنه مش هقول مش مكفيني العلم، بس حاسة أنه في حاجة ناقصة، حاسة أنه ده مش أنا. رحت أدرس بقى الماركتينج والمانجمنت والحاجات دي علشان أدخل في حتة الدعاية الطبية، لأن هي كانت الكارير الحلو ساعتها. فلقيت نفسي من دراسة الماركتينج بروح لعلم النفس، وبلاقي شغفي فيه في حتة كده صغيرة. هو احنا تصرفات البشر دي بتيجي منين، واحنا بنتعامل مع بعض ازاي، وازاي الانسان يعيش مبسوط. ما هو السكسس مش هو الانبساط. وعلى فكرة انا اياميها كنت عامله سكسس حلو يعني. كنت عامله بيزنس من وانا اول ما خلصت جامعه، رحت خدت فلوس من بابايا عملت بيزنس محترم يعني. وباخد كورسز هنا وفي الجامعه في منظمه تبادل طلابي، وبنسافر وبندخل مسابقات وبدرس وبذاكر يعني كنت بعمل حاجات كتير بالنسبه لاي حد يعني ده كفايه. انا كنت شايفاها مش كفايه برضو. بدات ادرس بقى انه أنا عايزة أعرف إحنا إزاي نبقى مبسوطين في الدنيا دي، وإزاي أنا ألاقي هويتي الحقيقية. وعايزة أقولك فضلت في الموضوع ده من 2011 لحد 2015 وأنا بدور وبسيرش. قعدت أدرس علم الطاقة الحيوية ده في وقت كان الناس كلها بتقول عليه زودو ساينس، خرافات، حرام، كل الكلام ده كان بيتقال.
وانا بدفع فيه فلوس كتير جدا. يعني انا كنت باخد انكم حلو. طبعا ما احنا قلنا في الاول انت معاكي سويله يعني انا كنت بشتغل طبعا بتشتغل بدولارات كتير يعني كان زمان يعني كان زمان. فكنت بشتغل فعلا كنت مانجر وانا سني صغير جدا. يعني كنت مانجر وانا 25 سنه وفي شركه كبيره مش في مكان قليل يعني. فكنت شغاله في الدعايه الطبيه وشغاله كويس. واخد اغلب الفلوس دي ادرس بيها مع الشامان، الناس بتوع اندونيسيا اللي قاعدين فوق الجبال، ونجيب مترجم ونجيب مش عارفه. فدولارات بقى كانت كتير فعلا. انا الناس دي بتقول ايه يعني ايه بس مديتيشن؟ بيقول لك ايه يعني يا جبل ما يهزك ريح. يروح فين الكلام ده كله يعني حاجه والله يعني والله بجد يعني كان اي حد ساعتها، وبالذات بقى اللي هم زمايلي او المتخصصين في التخصص بتاعي، حتى اهلي كانوا شايفين انه ده نوع من انواع العبث يعني انت. وانا شايفه انه ده الصح. وقعدت ادرس حاجات كتير جدا. الهيبنوزس ده قبل ما الناس تسمع عنه كنت درساه، الNLP، الهيلينج بقى يعني ايه ريكي ويعني ايه مديتيشن، ودخلت بالتفصيل. لما خلصت العلاج بالطاقه الحيويه قلت ادرس بقى علم النفس اللي الناس العاديه بتدرسه، CBT والDBT والكلام اللي هي العلاج النفسي والسلوكي وتعديل السلوك. قلت لك انا قبل كده مش بعترف بالكلام ده قوي، او يعني عامله له تعديل أكتر. ولا هو معترف بيكي شكله؟ لا معترف. لا ازاي؟ لا معترف. انا حسيت انه ناقص حته. انا بقولش انه غلط، بس هو ناقص حته صغيره. حتى عشان كده كل شويه المدارس دي بتعمل لنفسها ابديت، وتلاقي مثلا الناس بتوع الDBT هم ما ينكروش ده. اول كلمه بيقولوها في المحاضرات ايه؟ الكسور بتاع CBT وايه الحاجات اللي ما بيعالجهاش. بعد كده يطلع الاكت نقول لكم الكسور بتاع الDBT. فهم عندهم كسور. تمام. طب انا عايز بس اقول لك حاجه. قول لي. اللي انت عماله تقولي CBT والDBT والING والكلام ده كله. أيوة. احنا اخرنا CBC واندرام. ممكن تقولي لي اصلا؟ استني انت قلت لي اصلا اسمك ايه وانت مين ولا اي حاجه، عماله احكي ما لك. تقولي لي الحدوته دي من الاول خالص كده. من الاول خالص. انا اسمي نشوى شاكر. بالمناسبه ما ترعرعتش في الشرقيه. انا كنت في المانيا وانا بيبي. المانيا الشرقيه هي لا انا كنت في المانيا الغربيه. انتوا بتدققوا المانيا الشرقيه وفي المانيا الشرقيه. لا بس انا كنت في الغربيه على فكره في شتوتجارت. طيب ماشي. ولا كنت عايشه في شتوتجارت ناحيه وانا المحل صغيره. ماشي اتفضل. يعني وجيت مصر وانا اللي هو في سن بعد يعني دخلت هناك KG1 اللي هي كيندرجارتن هناك، وبعدين جيت مصر. فدي كانت بالنسبه لي برضو فجوه حضاريه. ما احنا قلنا ترعرعت اهو KG1. لا ترعرعت هناك وبعدين رحت الزقازيق. ففي ميكس كده حصل غربي شرقي كده فلاحي ميكس كده غريب كده حصل في مخي انا. فمش نقم على الواقع، بس يعني مستغربه. دي كنت يعني يعتبر طفله بس يعني كبيره. وانا سافرت المانيا وانا بيبي عمر 6 شهور، فقعدت هناك حبه يعني. درست وخلصت وبعدين رحت المملكه في السعوديه. زي ما قلت لك ما كنتش حابه اتعين في الجامعه، وكنت حابه اشتغل صيدلانيه واشوف الكارير بتفاصيله. ولما سافرت هناك يعني الحمد لله كان حظي حلو، وكنت دارسه حاجات كتير من وانا في الجامعه وبعد الجامعه. فاشتغلت بسرعه في شركه كويسه جدا، وشركه يعني شركه كبيره، واتعاملت بقى مع كل الجنسيات. يعني كان مديري ايرلندي، وكنت بتعامل يعني مع كل الجنسيات حرفيا. وبعدها رحت اشتغلت مع شركه اصلا كانت ايجنت لشركه كوريه، كنت بتعامل مع الكوريين. فالشرق الاسيويين دول في حته تانية خالص. ففكره انه كل انسان او كل شعب بثقافته بطباعه مختلف عنك، بس هو شايف نفسه ده العادي بتاعه. بقيتي مالتي كالتشر زي ما بيقولوا. بقيت متقبله كل الثقافات ومحترمها كلها، ومحترمه كل الافكار والايديولوجيات. ما عنديش حته الانتماء بالتعصب دي، مش عندي خالص. بشوف انه من حق الانسان يعبر عن هويته الحقيقيه. يعني بنرجع نلف وارجع لكلمه هويتي الحقيقيه. عايز اقول لك حاجه، انا لما درست المديتيشن وتعمقت فيه وبدأت أطبقه بقى على نفسي. الدراسة حاجة والتطبيق حاجة تانية. بدأت أقعد مع نفسي أعمل مديتيشن زي ما درسته. لقيت نفسي دماغي بتروح فين بقى؟ بره الصيدلة والبزنس والمديرة الشريرة والكلام ده كله. إنه أنا بحب الكتابة. لقيت نفسي بكتب. أنا كنت بكتب وأنا طفلة، بس اللي هو بشخبط يعني يا مامي أنا عايزة أكتب قصص زي نبيل فاروق، الغاز الأذكياء والحاجات دي. تقول لي أوكي اكتبي، وبابا يقول لي قومي ذاكري يعني. فما كانش عندي المساحة قوي إن أنا أكتب.
كنت ازعل من ماما بقى، ايه اقعد اكتب لها شعر حزين تصالحني وتجيب لي شوكولاته بتقطعه عادي، ما اقولش اتكسف اوريه لهم. لما دخلت جوه نفسي الحقيقيه لقيت نفسي بكتب، فلقيت نفسي بعمل حاجه انا حباها قوي ومبسوطه وانا بعملها. ودي كانت بالنسبه لي بدايه انه كل واحد مخلوق له هويه حقيقيه، له فطره بتاعته هو لوحده، له حاجه هو شاطر فيها، ولما هيعملها هيبقى مبسوط وهيبقى احسن واحد فيها. مش محتاج كفاح وتعب، لا هي محتاجه بس زي ما انت دايما تقول الشغف. يا دي الشغف ووجع قلب الشغف. والله ما اعرف الشغف ده جابنا قدام ولا جابنا ورا. اقول للناس انا باشونيستا واقول للناس انا راجل رياليستيك، يعني انا تعبت والله مع الناس. لا والله انا بشوف ان انت تجربتك حلوه، انت زيي كل شويه بتعمل حاجه والناس تقول لك ايه ده بيعمل 15 حاجه في نفس الوقت، وانا بيقولوا عليا كده برضو، وانت سايكولوجيست ولا صيدلانيه ولا بزنس ولا هيلر ومديتيشن ولا كاتبه، بيقولوا عليا كده. وانت برضو بيقولوا عليك نفس الكلام، هو ستاف جامعه ده ودكتور ولا بتاع بزنس ولا بتاع يلا نطلع كامب ويلا نطلع هنا، ولا كل يوم كرييتيف عندك فكره جديده في الميديا والاخراج والتصوير. يعني احنا عشان احنا اصدقائك فعارفين حته التصوير دي. اقول لك اللي يريحني ايه من السؤال والحيره دي. انا فضلت فعلا في الحيره دي فتره طويله. اوكي. لغايه قريب كنت بتناقش مع حد. انا ربنا بيمن عليا دايما بالناس الحلوه. يعني رزقي في الدنيا ناس حلوه. تقريبا نسبه الناس الوحشه اللي قابلتها في حياتي لا تتعدى 0.5%. حلو قوي. يعني 99.5 من الناس اللي قابلتها حلو. الراجل ده قال لي حاجه غريبه جدا. قلت له انا عندي فقدان هويه. بمعنى انا راجل دكتور في الجامعه، بدرس ماركتينج، بشتغل في الانوفيشن، بشتغل في الميديا، بخرج، بتاجر في البن في الفاشون، بعمل مشاريع، بعمل مش عارف ايه، انفلونسر، منتور للشباب وبتاع حاجات كتير قوي بعملها. قال لي وايه اللي مزعلك؟ قلت له عايز ابقى واحد الناس لما يقولوا فلان الفلاني بيشتغل كذا مش عارفين ده شيء طبيعي. انا مش عارف اقول لك اكتر من كده. مشكله ولادي اي حد يسالهم هو بابا بيشتغل ايه هتهنج يسكت. تقريبا كل واحد فيهم بيقول اجابه غير التاني. لغايه ما مره واحد يعني لا اخفيكم سرا يعني سالوه بابا بيشتغل ايه؟ قال لهم بابا رومانسي. ايه بابا رومانسي دي؟ يعني ايه بابا بيشتغل ايه بابا رومانسي ده؟ ف الراجل جابني كان مدرب السباحه بتاع ابني. قال لي وحضرتك بتشتغل ايه؟ قلت له ليه؟ قال لي الولد بساله بابا بيشتغل ايه؟ بيقول لي بابا رومانسي. يعني ايه بابا رومانسي دي؟ فقلت له هسال واعرف. اجابه غريبه. فسالته يا حبيبي هو انت عارف بابا بيشتغل ايه؟ قال لي رومانسي. فوالله تشكر يا ابني شايفني يعني رومانسي مع ماما وكده وبتاع. قال لي لا انا مش فيكوش مع بعض اصلا. ايه رومانسي دي جايبها منين؟ قال لي ساعات بشوفك كده ماسك جيتار وقاعد كده بتعمل بالليل كده ومش عارف ايه، فانا شايفك رومانسي. قلت له هو ده كل اللي تعرفه عني؟ قال لي هو ده كل اللي اعرفه. اقول لك بقى تعبت شويه في موضوع فقدان الهويه دوت. خصوصا لما يمكن تعمقت قوي شويه في موضوع الاي اي، وبدا الاي اي يبقى يحل بعض الوظائف الكتير اللي انا اقدر اعملها من دول. حتى موضوع انا اسف جدا مع احترامي لكل دكاتره الجامعه، انا بقول لكم ان الاي اي تقريبا بيحل 90% من مكان الدكتور الجامعه، ومحدش يزعل منه. بادوات وتولز دلوقتي بقت موجوده. طيب لما قعدت مع الراجل ده قلت له انا مين في دول؟ قال لي هقول لك مثال صغير. قال لي عارف الاوركسترا بتاعت المزيكا بيبقى فيها كام عازف؟ قلت له تقريبا 50. قال لي ناس بتوع ابوه، ناس بتوع كمانجات، تشيلو، ناس بتوع طبول، ناس بتوع فايلنز، ناس بتوع آلات نفخ، مش عارف ايه، ساكسفون، الت، حاجات كتير قوي كده، بيانيست بتاع. كل واحد من دول حريف في شغلانته، محترف في شغلانته. طب الراجل قائد الاوركسترا ده بقى ده بتاع ايه؟ بتاع كله. بتاع كله. فاهم تقريبا في كل الآلات وعارف وظيفة كل الآلات، بس هو مش أشطر واحد في كل الآلات، بس هو اللي بيقدر يدير أوركسترا الآلات. هو اللي بيعرف يعمل حاجة اسمها الهارموني ما بين الأدوات دي. احنا شطار في الحاجات اللي بنعملها حتى ما أنا وانت، بس مش أشطر حد في الحتة دي. لا ليه
لا مش اشطر لا حاجة. انت اشطر واحد بيصور مثلا. لا في اشطر مني بكتير، بس لا، اقول لك لا. انا استمتعت لما لقيت هويتي في قائد الاوركسترا. فعلا اتس فيري فات تو مي. يعني الموضوع فعلا انا مستمتع بكده، ما بقاش فارق معايا، بقيت بعمل كل حاجه بشغفها بالظبط كده. مش بعمل كل حاجه عشان ابقى احسن واحد. لا انا بعمل اللي انا بحبه. انا ما عنديش تحدي ابقى احسن واحد في حاجه بالظبط كده. بس عندي تحدي اعمل هارموني ما بين الحاجات اللي عندي. حلو. هو ده حلو الحته ده. اللي جات لي. ودي الحته اللي انا بدور عليها بقالي فتره، مسج للناس. الناس خايفه من موضوع الاي اي قوي. يقول لك الاي اي وهياخد مكاننا، والاي اي هيسيطر على المستقبل، والاي اي هيعمل مكانه وي وحاجات كتير قوي. ويمكن ده موضوع الحلقه بتاعت النهارده من البوت كامب رمضان. الناس خايفه من الاي اي وتواجد الاي اي. لما سالوا واحد من افضل رواد الاي اي في العالم، سالوه سؤال بسيط قوي، قالوا له هو الاي اي في المستقبل او المستقبل رايح على فين بعد ثوره الاي اي الموجود واللي جايه اكبر طبعا. جاوب اجابه غريبه قوي. ايه بقى؟ قال لهم المستقبل رايح للانسان. يعني انت بتتكلم في اي اي وماشينز وبتاع والالمنتس ودنيا كبيره قوي واوتوميشن وريبليسمنت لوظائف، يعني شركات كبيره بتسيب موظفين كتير بتريبليسهم بالاي اي. يعني ايه الاي اي والمستقبل رايح للانسان؟ ايه الاجابه الغريبه دي؟ كانت هي دي السر اللي بحاول اوصله للناس، ان الاي اي والتولز هتبقى في ايد الكل وهتبقى سهله جدا وسهله نعمل حاجات. طب مين اللي هيتميز؟ الانسان. طب اللي معاه اي اي بلس انسان. بلس انسان. طب الانسان بيتمثل بالايه؟ الشخصيه الانسان المثاليه هي الشخصيه اللي عندها الاي اي. ايوه صح كده؟ وبما انك هنا معانا بتمثلي الاي اي، يعني ايه اي اي اصلا؟ ايه الكلمه دي ورايحه على فين؟ الاي اي هو لو قلنا ان هو رمزيه العقل، الخوارزميات والمعادلات، وانه معطيات ونتائج وسيرش وتجميع داتا بلا 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 بلا. ففي حته تانية عند البشر عمرها ما تبقى موجوده عند اي آلة او عند اي عقل، حتى لو كان عقل الكتروني، وهي المشاعر. فالايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي، هو تعبير الشخص عن هويته. انا ممكن يبقى عندي فكره، لو هي مش معاها زي ما كنا بنقول شغف، لو هي مش معاها شعور، لو هي مش معاها ابداع، مش هتبقى بيرفكت. يعني انا شفت كتاب بيكتبوا بالاي اي، بلقطهم، بعرفهم، واي حد يعني محترف في الكتابه هيلقطهم. النص مهما كان مكتوب بشكل منمق هو مفيهوش روح. خلي انسان يكتب، يعني عشان انا بحب الكتابه هبدا بيها، وهو بيعاني او هو عايش تجربه سيئه حتى لو لحظيه، حتى لو موقف، وشوف كم الابداع اللي بيطلع. سبحان الله. غير لما انا اكون مثلا انفعلت مع موقف حد غيري قلت اكتب عنه، مش هتبقى زيها. انت متخيل الفرق رايح فين؟ طبعا اكيد. فما بالك بآلة بتكتب. انت خش للاي اي كده ولا اي حاجه واكتب لي مشهد واحد حزين وحبيبته سابته وامه مش عارف، واكتب. هيكتب مفيش روح. مفيش روح، صدقني. النص نفسه مش حلو. لكن هات انسان بيعيش تجربه شعوريه وهو عنده موهبه الكتابه، يعني هو عنده الحته دي، عنده الابداع بتاعه. الابداع بيجي منين؟ من الافكار مع المشاعر مع بعض، مش من الافكار لوحدها. سؤال هنا حلو. ايه الفرق بين الافكار والمشاعر؟ بين الافكار والمشاعر، عارف انت لما يبقى عندك داتا وبعدين الداتا دي ممكن اقول بتتحول لحاجه تانجبل، ملموسه مثلا، محسوسه، ملموسه، كانها بتتخلق. كانها بتتخلق. فالفكره دي هي معادله صماء كده. لكن الناتج النهائي اللي هو له تأثير هو المشاعر. أنا بشوفها كده. يعني المشاعر دي هي نتيجة الأفكار.
بنسبه كبيره نتيجه يعني في حالات قليله انا جدا بفكر في بس حاجه هي فلما بعملها بعبر بمشاعري عنها. وممكن الفكره نفسها تثير شعور جوه. اصل الفكره بتعمل ايه؟ خلينا نخش فيسيولوجي شويه. الفكره انا لقطت فكره اهو، عقلي ترجمها بشكل معين، في نيورو ترانسميترز، في هرمونز ده جوه جسمي. الهرمونز دي عملت حاله، الحاله دي خلتني احس ان انا زعلان او فرحان او غضبان. ففي حاله في كيمياء جوه الجسم شغاله. الفكره هي المعادله، هي الداتا، لكن اللي حصل ده كله بقى. وحتى على فكره التاثيرات دي لها تاثيرات على الجسم كمان. الفرحان جسمه بيشتغل، وظائف الحيويه بتشتغل بشكل غير اللي زعلان، غير المكتئب اللي رتمه هادي، غير المنفعل الغضبان اللي تلاقي وشه بيحمر وعروقه بتطلع من هنا وضربات قلبه بتزيد. ما هي دي تاثيرات اللي بيقولوا عليها نفس جسميه او سايكوسوماتيك. جايه منين؟ من الشعور. في مشاعر غلط اصلا. تصنيف المشاعر هو اللي غلط، مش حاجه اسمها مشاعر غلط. تصنيف المشاعر هو اللي غلط. اصل يعني انا انسان سي ان انا غضبت، ايا كان السبب اللي انا غضبت عشانه، محتاجه اعمل حاجتين عشان الغضب ده يروح او تاثيره يروح. لان في مشاعر تاثيرها سيء بس انا حسيت بيها. مشاعر تاثيرها سيء. تاثيرها سيء طبعا. قولي. اولا ما احكمش على مشاعري انها غلط، ده بقى اللي هو اللي غلط. تاني حاجه ما اكتمهاش، ما كبتهاش، ما ادينش نفسي ان انا حسيت بده، ما ارفضهاش وما قاومهاش وما اعملش كافر عليها، اعترف بيها بس. عارف ازاي اعرف ان انا مضغوط ولا انا متعود على الضغط؟ هي دي صح؟ مثلا ممكن. عارف المتعود على الضغط ده اللي هو ايه، محطوط في حلة مية بتغلي مثلا، وهو عمال يستحمل المية السخنة لحد ما افتكر ان دي حياته. بس ده مرة واحدة كده، مرة واحدة من غير مقدمات، يحصل له مرض، هيموت، يحصل له مشكلة. ومتعود على الضغط، لو حد لمسه بس كده هيصرخ من الألم. غير الشخص اللي هو لا، عايش حياة عادية وايه، وتعرض لموقف مفاجئ. وخلي بالك برضو الاتنين بيروحوا في حتة ايه، الشخص اللي فاهم مشاعره وعارف يدير مشاعره، ده الكور بتاع الايموشنال انتليجنس. لو انا مش فاهمة نفسي مش هقدر افرق انا مضغوطة ولا متعودة على الضغط وفاكرة انه ده حياتي وانه ده عادي، وهو مش عادي ولا حاجة. خلي بالك العادي اللي هو بتاع المتعود على الضغط ده هو اللي بعد شوية هيبقى ضغط عالي وسكر وقولون عصبي. ففي تأثير على اللونج ران للمشاعر. فالتجربة البشرية يستحيل يحكمها العقل لوحده. يبقى هنا أنا عايز أقول، لو أنا بمر بمشاعر أو تصرفات، إذا أعرف أنا صح ولا غلط أصلا؟ المشاعر تقول لي ولا الأفكار ولا الإيموشن انتليجنس؟ هقول لك، أنا لما أقعد مع نفسي وأقول أنا دلوقتي مبسوطة ولا زعلانة ولا غضبانة ولا وضعي إيه، مفيش حاجة اسمها عادي على فكرة. ده العادي ده بقى الانر بيس، ده قمة السعادة يعني. فأنا ممكن لا، أنا مخي أكيد بيدور في حاجات. لما أبقى عارف كويس إيه اللي بيدور في مخي وقادرة يعني أقيم، مش أحكم. الشعور اللي جوايا ده عبارة عن إيه، وإيه اللي خلاني أحس بالشعور ده، والمسبب الحقيقي ده بقى هو حقيقي ولا لأ. براحة بس أنا كلام كبير قوي. كلام كبير. هقول لك أنا مثال. دلوقتي أنا عايز أعرف. هقول لك مثال. أنا عايز أعرف أنا في أي موقف من جوايا كبني آدم بتقول لي أنا صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ طيب أنا دلوقتي، أنت مثلا مثلا في موقف حصل بيني وبينك زمان، أنا جيت متأخرة فأنت كنت منزعج وغضبان يعني شوف بيفكرني اتفضلي. فأنت اتكلمت مثلا بثورة. أنا بقى استقبلت الثورة بتاعتك دي إزاي؟ مثلا لو أنا أخدت الثورة بتاعتك دي وغضبت بقى وصرت وتعصبت لأن أنا أصلا ما كنتش عارفة أركن والطريق بطيء وبلا بلا 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 بلا، هتلاقيني مثلا رديت عليك بقى برد مش حلو، فإحنا الاتنين قمنا متخاصمين مع بعض. مثلا الحمد لله ده عمره ما حصل بينا يعني، بنقلبها هزار دايما. بس لو حصل حاجة زي كده، أنا ساعتها أنا صح ولا غلط؟ اي حد هيجي من بره هيقول ايه، انت اللي متاخره، ما انت اللي غلطانه. هقول لهم ايه، ما هو الطريق كان واللي مش عارف ايه وهو زعق لي بلا 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 بلا. لو انا قعدت مع نفسي كده وهديت وقيمت الموقف من ناحيتي ومن ناحيتك، اولا هلتمس لك العذر، هو حقه يثور ويغضب، هو قاعد منتظرني وفي وقت وفي كذا وكذا وكذا، وانت
بغض النظر ظروفك هلتمس لك العذر، فمش هصور قوي عليك ان احنا نوصل لخصوم. فهي دي فكره بقى انا صح ولا غلط، ان انا ابقى فاهم دوافع الشخص الاخر ودوافعي انا كمان. يعني انا عملت ده ليه؟ انا عملت ده ليه، انا صرت اصلا عليه ليه، لان انا جايه من بره متقدره من السواقه مثلا، وفي نفس الوقت ما انا برضو لو طلعت بدري كان ممكن بغض النظر. انا لو طلعت نفسي من المعادله، انا في شخص بعزه وبحترمه وعمل سلوك انا بالنسبه لي ما عجبنيش، طب هو عمله ليه؟ انا اللي اتاخرت وانا اللي غلطانه فعلا. يعني ما انا اللي غلطانه طيب. فعلا. بما انك بتاعت مديتيشن والعالم اللي هم بتوع أيوة. الخزعبلات دي والحاجات دي اللي هتشرحها لنا دلوقتي اول اللي بيتقال عليها كده. طيب اوكي، قلتي غضب من شويه. لما اغضب اعمل ايه؟ الغضب ده له شقين. اول حاجه اسال نفسي، ابقى عندي حته وعي بالذات كده، ما اخليش المشاعر تسوقني، لان هي اقوى من الانسان بالمناسبه. واسال نفسي انا غضبت ليه، زي مثلا المثال اللي قلناه من شويه. اقوى طبعا من الانسان، بتسوقه. فانا دلوقتي زي مثلا الموقف اللي انا اتاخرت فيه ده، غضبت انا وصرت ولسه هزعق معاك. لو انا عندي وعي بالذات كده وثواني، حتى لو خدت رد فعل مفاجئ بس قعدت ركزت، يا نشوى انت غضبانه قوي كده ليه؟ علشان هو زعق لي. طب معلش هو معذور، هو قاعد بقاله ساعه. اول ما عقلي هيستوعب هو معذور، هو قاعد بقاله ساعه، الغضب هيهدى. ليه؟ لاني تفهمت الاخر، فاتفهم ما وراء الموقف. ممكن حد مثلا حصل له حاجه يغضب ويثور، طب ما تبص للصوره الكليه، مش يمكن الحاجه دي هي الخير ليك؟ مش في ناس بتتاخر وتلاقي انه الاحسن ان هي اتاخرت، وتلاقي ان الخير في انه ما راحش المشوار اللي هو كان متخيل ان هو الصح. لما انا ببقى عندي وعي بان في ابعاد اخرى للموقف انا مش شايفها ممكن، واحتماليه ان يبقى فيها خير ليا موجوده، ده بيخف من غضبي شويه. تمام. لو انا غضبان من شخص، تفهمت سلوك الشخص ده او الدافع وراء السلوك، حتى ممكن يبقى سلوك وحش، زعق لي مثلا، بس هو زعق ليه؟ ممكن هو خايف عليا، ممكن هو مستاء انا اللي عطلته، يعني ممكن انا اللي مقصره في حقه، ممكن حد خايف عليا فبيوجهني، بس دي طريقته. فانا لو تفهمت الموقف الغضب هيقل. ده كده ايه منتلي. طب جسديا بقى، لان احنا قلنا ان دي هرمونز جوه الجسم. ممكن بقى اعمل اي اكشن يخلي جسمي يهدى. حط راسك تحت الميه الساقعه، اتوضى، اغسل وشك بالميه الساقعه. الميه الساقعه لما بتلمس الوش وبتلمس الدماغ الشخص بيهدى. تعال اعمل مديتيشن معايا فوق الجبل، انا فاكره. المديتيشن والهيلينج، احنا بنلمس نقط معينه كده في الدماغ بتفرغ الغضب المكتوم اللي هي الناس فاكراه العادي وهم يعني مضغوطين، بفرغ له بقى الاسترس. هو انا لو قلت لك قولي لي يعني ايه مديتيشن في 10 ثواني بلغه امي تفهمها؟ ماشي. انا ايه، عندي غساله ولا ثلاجه شغاله طول الوقت، شد الفيشه وسيبها ترتاح. هو دي حاجه سهله؟ ايه، ودي حاجه سهله؟ المديتيشن بيعمل كده. انا هخليك جسمك بتقطع الكهرباء علينا، جسمك يخش لسكون تام، دماغك تفضى من الافكار، مشاعرك اللي تك راح جايه هفصلك منها، هخليك تشد الفيشه وتقعد كده متنح وفاصل تماما وفي حاله سكون شويه، عشان لما تيجي تشتغل تاني تلاقي نفسك اولا بتشتغل بفول باور، ثانيا عندك مساحه صفاء ذهني وجسديا اللي بيتعود على المديتيشن. عملت ريست. لما تيجي تشتغل تاني سواء ذهنيا سواء جسديا عندك باور، عندك مساحه نفسيه تستوعب البني ادمين. فمش كل اللي هيعمل لك كده هتثور عليه. امي فهمتي؟ طب اكتب لنا في الكومنتات. شلنا فشت الغساله يا جماعه، شلنا فشت الثلاجه. الكلمه الثانيه اللي بتقعدوا تقولوها لنا، الهيلينج يعني ايه؟ الهيلينج ده صعب شويه على الناس، لانه عايزه اقول شوهوا المصطلح في الوطن العربي. يعني هم جابوا العلوم الغربيه في الوطن العربي قلبوها خالتي وستي، وانا واحده بحب البحث العلمي، فانا بستاء. حتى ما كانوا بيقعدوا يقولوا عليا دكتوره في الطاقه، مفيش حاجه اسمها دكتور في الطاقه. انا دكتوره عشان انا صيدلانيه ومعايا ماجستير، مش عشان انا هيلر. الهيلر ما تحطش القاب مش حقيقيه. تمام. الهيلينج الحقيقي اللي درسناه مع صحابه الحقيقيين اللي هم الشامان زي ما قلت لك، هو حاجه شبه الريست كده بس ادفانسد شويه. بمعنى انا جسمي، احنا كلنا عارفين ان الجسم يعني كطبيب او صيدلي، الجسم بالنسبه له ايه؟
او المرض بالنسبه له ايه خلل فسيولوجي في حته، فانا بدي دواء، الدواء ده بيصحح مسار معين او بيعمل اكشن تاني عشان حمض المعده مش عارفه والله يحصل قولي ايه، قولي احنا ما والضغط بنفهمش في ينزل ايه. اللي هتقولي لها هقول لك صح يعني. شخص عنده ضغط عالي هي لازم تقول عشان هي صيدلانيه فلازم يبقى انا صيدلانيه بقالي 100 سنه على فكره. بقالي 15 سنه اكشن يعني. فانا بعمل ايه؟ بديله ده. انا اللي اقصد اقوله ان الجسم البشري بالنسبه للطبيب هو جسم ماده. فالماده دي بتقول ان الوعاء الدموي بيبقى كده، فالضغط واطي كده، فالضغط عالي، فانا بدي دواء اوسعه او اعمل، فاهم؟ بيتعامل معاه كماده. بتوع السايكولوجي بيتعاملوا ازاي؟ بيتعاملوا على الافكار والمشاعر، وما يعرفوش الجسم البشري ده شغال ازاي. تمام. بعض الهيلرز بيقولك ايه؟ بيقولك ان الجسم المادي ده حواليه هالة، ودي معلومة حقيقية بتتصور. الهالة دي مجال موجي ذبذبة، عشان كده بيقولوا طاقة. طيب انا الترددات احنا ما شفناش حاجة بالنسبة لا في كاميرات بتصور، في مراكز في مراكز في مصر. الهالات دي متصورة؟ انا ما بشوفش غير الهالات السوداء اللي لا دي سيبها لنا نصلحها بقى بالكريمات والحاجات بتاعت الكوزموتكس. ايوه. لا المجال الموجي اللي حوالين الجسم ده كاميرات كتير بتصوره وبترصده يعني. هو ذبذبه. فالهيلينج ده عباره عن ايه؟ انا دلوقتي لو انا حواليا ذبذبه تردد قليل او مش حلو، فهو بيأثر عليا، وفي نفس الوقت هو بيتكون منين؟ من المشاعر ومن وظائف الحيويه ومن حاجات كتير جوايا انا، وبيرجع يأثر عليا مره تانية. تمام. لو انا بقى صلحت الوسط المحيط بيا ده وخليت التردد بتاعه عالي، ايه اللي هيحصل؟ التأثير بتاعه عليا جوايا حلو. فهو الهيلينج باختصار شديد هو تسريع لعمليات الاستشفاء الذاتي اللي ربنا سبحانه وتعالى خالق الجسم مهيئ ليها. يعني انا دلوقتي سي حد عنده برد، خد خفض للحرارة وخد مش عارف ايه وخد مسكن وخد هيخف في اسبوع، في 3 ايام لو هو يعني الدور مش جامد قوي. الهيلينج ده هيخليه بدل ما هيخف في 3 ايام مثلا هيخف في يومين او في يوم ونص او في يوم. ايه اللي حصل؟ ميكانيزم الجسم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيه، المناعة او وات ايفر. ما هو الجسم هو اللي بيشفي نفسه مش الدواء. سي حد عظمته اتكسرت، ايه اللي بيحصل؟ الدكتور بيعمل ايه؟ بيرجعها مكانها ويحط عليها جبس عشان تثبت، ويدي الشخص ده مسكنات وانتي انفلاماتوري ومش عارف ايه، مضاد للالتهابات وكده، عشان العظمه تلحم صح. مين اللي لحمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. الجسم الجسم مخلوق ان هي العظمه هتلحم. الهيلينج بيعمل ايه بقى؟ بيسرع عمليه الالتئام دي، بيسرع الاكشن بتاع جهاز المناعه ان هو يفايت مشكله معينه. عشان كده انا دايما اقول عادي خد الدواء واعمل هيلينج، الاثنين مع بعض. شفنا فيلم كاراتي كيد بتاع جاكي شان، انا فاكره. انا فاكر اللقطه دي كانت مهمه بالنسبه لنا. طب هقول لك على حاجه. انا دلوقتي مريت بيوم سيء، وما عنديش فرصه بقى ان انا اعمل مديتيشن. مش فاضلكم. ازاي باسرع طريقه اعمل حاجه اسمها اعاده التوازن لنفسي؟ اعاده التوازن لنفسي في حاجه مش صعبة ومش سهلة، بس هي الصح. طول ما أنا جوه الأحداث أنا زعلان. طب لو طلعت اتفرجت عليها من بره أعتقد الوضع يتغير. لو أنا أدركت إن أنا في التجربة الأرضية دي عايش فترة مؤقتة أو بمثل في مسرحية، لأنه ده أكشوالي الحقيقة، فأعتبر نفسي كده كأني بتفرج على فيلم، كاني ماسك الفون في ايدي وبتفرج على فيلم. فالفيلم ده فيه لقطه انا بشوف نفسي او بشوف البطل مندمج معاه قوي في لقطه، هو زعلان ومضغوط وتعبان، حصل له مشكله يعني، وعمال يعيط ويبكي. المشاهد اللي بيتفرج ده هو متاثر بس بيبكي ومنفعل قوي زيه؟ لا، هو بس يعني مدرك ان هو زعلان، لان هو مدرك برضو انه بعد شويه هيجي له لقطه تانية يفرح بيها ويبقى واو فرحان. هنفعل وتفاعل معاه برضو بس مش قوي. لو أنا قدرت أوصل إن أنا المراقب اللي بتفرج على حياتي من بره، وعندي وعي إنه إدراكي للموقف اللي أنا فيه ده مش هو الإدراك الكامل للحقيقة، هو إدراك من زاوية معينة مخلياني شفت الوحش بس اللي في الموقف، وممكن يبقى وحش فعلا. احنا بنقولش هو جوه كل خير شر وجوه كل شر خير، ماشي، بس في حاجات وحشة اكشولي. أنا المخرج مش الممثل. بالظبط. حلوة دي. حلوة دي بس كده. طيب حد بعت لي سؤال بيسأل بيقول لي ازاي اتعامل مع شخص بيمص طاقتي؟ بتتعامل معاه ليه؟ ما تبعد عنه، الناس خلصت.
انا ما اعرفش ايه اللي استنى بيروحوا استنى. للتوكسيك إيه الجمال ده؟ ويمسكوا فيه ده يا الله ولاد. ما الحلول حلوه اهي. والله لا قوليها تاني العظيم. كده. يعني انا اروح للشخص التوكسيك، لصاحبتي اللي بتقدرني وتقولي اتاخرتي ليه ورحتي فين وجيتي منين، واحده تانية بتحبني وهتموت عليا، اسيب دي واروح امسك في اللي بتقدرني وتضايقني؟ ما هو كده الانسان بيحب كده. هو القط يحب خناقه؟ لا على فكره القط ما بيحبش خناقه ولا حاجه. اللي بيعمل كده يا جماعه هو اللي عنده خلل، ولازم يخش جوه نفسه يشوف ايه الخلل اللي بيخليه بيحب الناس التوكسيك. عجباني والله الاجابه دي. بص الناس خلصت. بص السؤال بيقول ايه؟ ازاي اتعامل مع شخص بيمص طاقتي؟ ابعد عنه، ما تتعاملش معاه ما تتعاملش معاه. بس لان هو بس والله فعلا صدقني، اصل والله بس ايوه هو مصاص طاقه يا في جماعه. حد في الدنيا حياته واقفه على حد مثلا خالص. ولو انت مش عارف تكتفي بذاتك بقى فدي عندك انت اللي عندك مشكله. استني بقى. هنا جه في دماغي سؤال دلوقتي. ازاي اقول لحد لا؟ ازاي اقول لحد لا؟ هو ما هو ده حد داخل حياتي وبيعمل تصرف بيمص طاقتي بشكل ما. ازاي اقول له لا؟ هقول لك هتقولها له بشياكه، ما بدل مش هتقول له انت هو انا لابس بدله يعني ولا لا يعني ايه ولا بالشكل دي عامله يعني مثلا ايه هي انا شخصيا ما تقول لا عادي. هو احنا بس ما عندناش القدره النفسيه ان احنا نزعل الاخر، عشان وجود الاخر في حياتنا ده حاجه كبيره قوي، لانه جاي من قيمه. ما انا عايز اقول له لا، انت كلك لا. ما على هتبص من الاخر يعني ما تقولش لحد انت وحش. قول له انا اتضايقت من السلوك الفلاني. يعني احنا ما بنزعلش من الناس في المجمل، بنزعل من سلوك الناس معانا بس كده. فلما اجي اقول له، لو انا جيت لك قلت لك ايه انت مستفز، ولا انت بتضايقني، ولا انت كذا، انا كده عملت ايه؟ او انا حكمت عليك حكم سيء وكاني بشتمك، انت شايف نفسك مش مستفز، هتقولي اهو انت، فبقيت خناقه. لكن لو جيت قلت لك انت لما عصبت، او مثلا ايه، على فكره هتكلم عن نفسي اولا، مش هتكلم عنك خالص، هقول لك ايه، انا النهارده متضايقه عشان انت لما كلمتني بصوت عالي، الصوت العالي ده يعني زعلني، عصبني وضايقني، فانا كنت اوت اوف مود. انت هتعمل ايه؟ هرد الاعتذار، انا كمان اسف جدا ومن غير اعتذار هنوصل لحل وسط. انا مش هكلمك تاني بصوت عالي طالما ده بيضايقك، وانا المفروض برضو ابقى عندي من الصراحه والوضوح ان انا اقول لك لو سمحت ما تتكلمش معايا تاني بصوت عالي، ما اقولكش انت مستفز وانت ما اشتمكش، ما غلطتش فيك. فانا لو قلت للشخص وضحت له كده، اولا لازم ابقى واضح مع نفسي عشان اعرف اوضح ده للي قدامي. لازم ابقى مكتفي بنفسي داخليا وممتلئ داخليا وعارف انه انا كفايه، فاحتماليه ان الشخص يزعل مني دي مش هتزعلني في حاجه. في ناس عندها ان احتمال ان الشخص التاني ده يزعل دي بتعمل لهم هلع، فخايف يقول له لا. دي حاجه عايزه اقول لك عليها. فكره ان الناس عايزه تبقى على طول لطيفه. ليه؟ في ناس عايزه تبقى كده. ليه؟ انا عايز، هو لازم اكون على طول لطيف مع كل الناس؟ لا طبعا، طول الوقت. انت عايز تبقى على طول لطيف عشان ده بيشبع جواك قيمه معينه، وبيعمل اشباع لغريزه تقدير الذات عندك. وبتاخد تقديرك لذاتك ان انت الناس تشوفك حلو وكويس ولطيف قوي. مش قوي. لو هتخليني ابقى لطيف فابقى باجي على نفسي، لا انا بقعد مع نفسي، والله انا تقديري لذاتي لا يتاثر بحكم الاخرين علي. في ناس هتشوفني الطف واحده في الدنيا، وفي ناس هتشوفني اسوأ واحده في الدنيا، عادي. جزء كبير من علم الايموشن انتليجنس مبني على فكره الكوميونيكيشن سكيلز. اوكي تمام. التو واي كوميونيكيشن او المالتيبل كوميونيكيشن او اي شكل. جزء من الكوميونيكيشن ان انا ايه؟ اسمع. ازاي اسمع صح؟ انا بحب اقولها ازاي تفهم ما وراء الكلام اللي قدامك بيقوله. هو انا افكر في الكلام اللي بتقوله لي ولا اخده زي ما هو؟ تاخده زي ما هو. أيوة. وتشوف انا بقوله اصلا ليه. اشرحي لي. قول لي يا فيلسوف. يعني في واحد هيجي يقول لك انا مش طايق اشوف وشك تاني، سبيشالي لو ست، وهي اصلا عايزاك تقول لا دي عادي، ما بنصدقهاش. خليكي قاعده ما بنصدقهاش. بتحصل في البيزنس وبتحصل على كل الاصعده، ما وراء الكلمات. وفكره انه المثال برضو اللي هرجع اقوله لك، لو انت سيت عصبت عليا عشان انا متاخره، لا لو انا وانا عمري اتعصبت عليك يا مش لو انا خدتها والله جايه في ميعادها النهارده وزي الفل وبدري لو انا خدتها انه انا قعدت اركز في كل كلمه انت بتقولها وبيتكلم بثور، انا قاعد بقالي ساعه انا معطل مش عارف ايه، انا لو انا خدت الكلام ده زي ما هو كده هخصمك مش هكلمك. لكن هو ما وراء الكلام ده ايه؟
شخص غضبان وزعلان وفي عشم بيني وبينه ان هو يعبر عن غضبه واستيائه ده، فهو بيتكلم بأريحية، فانا كده هزعل. يعني افهم ما وراء الكلام او اقدر ما وراء الكلام او اتفهم موقف الاخر هو بيقول كده ليه. اتفهم، حلو، اتفهم. مش بس اسمع، تفهم هو بيقول كده ليه. وبعدين الناس لما بتتكلم في لغتين للكلام، في حد بيتكلم من منطق عقل وفي حد بيتكلم من منطق مشاعر. فلو انا يعني بسمع بمنطق عقل واحد بيتكلم بمشاعره، اولا انا مش هفهمه، ثانيا ردي عليه هيبقى رد منطقي هو مش عايزه، هو عايزني بس اطبطب عليه، فهو هيفضل زعلان هو كمان. واحد تاني بيكلمني بالعقل وبالمنطق وبنتكلم في حاجه حقيقيه، قمت انت مهزر معاه او مضحكه او اتكلمت بلغه مشاعر او بلغه، هيعمل ايه؟ هيعصب عليك. انا بتكلم جد دلوقتي وفي ايه؟ يبقى انا لازم ابقى فاهمه اللي قدامي ده بيتكلم منين، من عقله ولا من مشاعره. واقول لك على سر حلو بقى، الناس لو طبقته النهارده عشان يبقى بقى حاجه حلوه في الحلقه. لو انا اللي قدامي ده بيحكي لي بيفضفض لي، بس واحد بيتكلم بمنطق عقل وعمال يشرح مشكله ويتكلم عليها منطقيا، رد عليه بكلمه واحده: انا فاهمك جدا، انا فاهمك. واحده او واحد، بس غالبا تبقى واحده يعني بتتكلم بلغه مشاعر وبتحكي برضو، وشوف لما قالت لي ولما نزلنا ولما هي بتحكي، هي باين انها بتحكي بس الكلام طالع منين؟ من شعور. قول لها ايه؟ انا حاسس بيكي. فكلمه انا فاهمك للي بيتكلم بعقله، وكلمه انا حاسس بيك بشويه مشاعر كده للي بيتكلم بمشاعره، هتخلي اللي قدامك يعمل ايه؟ يرتاح. هو انا بفضفض ليه؟ مره زمان انا عايز اللي قدامي يشاركني، انت كده شاركته بكلمه. مره زمان وانا صغير، والله قصه واقعيه. كنت معدي جنب سور مدرسه، لقيت حد بيبيع كتب قديمه. كان منها كتاب لونه احمر، والله فاكره الكتاب ده وبدور عليه، هو عندي بس مش عارف هو فين. لان الكلام ده انا اي ثينك ان مر عليه حوالي فوق الحاجه و30 سنه. واو. او ممكن يكون دخل في 35 40 سنه كمان. كنت طفل بقى، يبقى اني راجل عديت الارقام دي كلها. الكتاب ده كان مكتوب فيه اداره الناس فن. الكتاب دوت انا لقيت عنوانه في مكتبات بره، فين الكتاب ذات نفسه مش موجود، لانه الكتاب ده ريليزد في تقريبا 1950 في امريكا. وكان بيتكلم على الكالتشر في وقتها في امريكا، اللي هي كانت فعلا كانت الامريكان كالتشر الحلوه. يعني امريكا في الخمسينات بقى، يعني كانت حاجه تانية خالص يعني. الكتاب ده فيه موقف عمري ما هنساه، لانه طلعت فيه بجمله من اهم جمل حياتي. الجمله دي بتقول: لما تحب دايما ترد على حد رد انتليجنت، هترد رد سواق الاتوبيس. ايه رد سواق الاتوبيس؟ يقول لك كان سواق الاتوبيس عندهم في سيستم في التوقيت دوت في البلاد، وده اللي خلاها كانت متقدمه. ما بقتش طبعا، يعني بقت سافيج دلوقتي، بس زمان كانت دول متقدمه فعلا. كان سواق الاتوبيس لما حد يركب معاه يقول له انا ممكن انزل في الحته دي، كان رده غريب قوي. يقول له I wish if I could. الكلمه دي ما راحتش من دماغي من ساعتها. جمله سحريه ممكن نقولها اي حد: اتمنى لو استطيع. انا مشاركك في المشاعر بتاعتك ورغباتك، بس ما يعني دوت against the rules. يعني وصل لك I wish if I could. الجمله دي بقت اي حاجه، اول عيالي يطلبوها مني حاجه I wish if I could. موظفين عايزين زياده في المرتب I wish if I could. اي حاجه بس حلو، بقت جمله حياتي والله فعلا I wish if I could. حلو. طيب احنا اتكلمنا على الرد. هو ممكن يكون السكوت احسن من الرد؟ وامتى؟ الاشخاص يحبوا اللي يتفاعل معاهم. انا ممكن اسكت بس اطبطب على اللي قدامي، او حتى بنظرة عين او بلمسة لايده. لا مش اي حد لمسة ايده، يعني اللي هو بنتكلم بس يعني هو مش اي حد هنلمس ايده ونروح في داهيه. يعني خلينا نكون عارفين بنتكلم عن مين. يعني لمسة ايد دي اللي هو يعني اللي هم كده يا جماعه، مش هنمسك في ايدين الناس رايح وجاي. الناس هتودينا في داهيه. على فكرة يعني أنا بشوف إن أعظم قيمة حد يديها لحد هي فعلا
التفاعل الشعوري معاه. يعني كانوا حتى زمان في الكتب القديمه يقول لك active listening and good response. هي مش معادله، هي تفاعل حقيقي وصادق، والله بجد. يعني انا لما احضن حد ولا امسك ايده قريب، احضن حد قريب يا جدعان ركز في الحلقه على العيله او الاصدقاء المقربين. ايوه فده تفاعل شعوري اقوى من 100 كلمه. لكن السكوت في حد ذاته كسكوت، لو اللي قدامي هياخده ان هو نو ريسبونس، يبقى هو حاجه مش حلوه. مشكلتنا ان ساعات كتير النقاش بيتحول لخناقه. ما هو ده هرجع تاني للكلمتين اللي قايلهم لك من شويه. قولي. انا فاهمك، انا حاسس بيك، احسن ما تسكت. واحده داخله تقول لك انا زعلانه منك وانت ما بتحبنيش وانت بطلت تحبني انا مقدر مشاعرك. طب هو انا اقدر افهم اللي قدامي من غير ما يعبر عن مشاعره؟ بص، هي صعبه، لكن كل ما بيزيد التواصل بين الاشخاص، الفايبس بقى او الهاله اللي حواليهم او المجال الموجي ده بيتنقل. قوانين الفيزياء بتقول كده. فلو احنا قريبين من حد قوي بنحس. وقوانين المال برضو الناس الاغنياء بيوصلون فايبس مع بعض. يعني لو انا عارف طباع اللي قدامي، لو انا عارفه ان الشخص ده طول الوقت بيضحك وبيهزر وهو مرح، ولقيته قاعد ساكت او مش بيهزر بطبعه، طبيعي ان انا هروح اقول له مالك. يعني طبيعي ان انا هبقى حاسس ان هو متغير. ده برضو على مستوى قرابة أو حميمية. يعني أنا لو الشخص العلاقة اللي بيني وبينه ما فيش فيها المساحة دي أصلا، مش هعرف ومش هدي الريسبونس اللي هو عايزه. لازم أبقى في دايرته القريبة. يعني الدايرة القريبة دي والدعم الشعوري ده أهم حاجة على فكرة. أي حد ممكن يديها لأي حد. يعني ليه دي صاحبتي المقربة، ليه ده أخويا، ليه ده خطيبي، دي مامتي، ده ابني. هم العلاقات القريبه دي عايزين من بعض ايه؟ هو الدعم الشعوري. اي حاجه الا فلوس. الشعور بجد والله. اي حاجه بس ما حدش يطلب انا حد حتى فلوس. ما بتكلم عن تربيه الاطفال، بقول يا جماعه اولادكم مش عايزين منكم غير ان انتوا تحبوهم وتحتووهم فقط لا غير. لا تقول لي بقى اربيه ولا اصرف عليه مش عارف قد ايه، واجيب له 100 لعبه واجيب له. لا، احضنه وطبطب عليه وقول له انا بحبك. انا ممكن اواجه حد من غير ما احرجه؟ اواجهه من غير ما احرجه؟ طبعا. طبعا الكلام ده مش ليكي يعني. زي ما كنت بقول لك كده، اوضح له تأثير الحاجة اللي حصلت عليا من غير ما اتهمه. يعني اقول له خلي بالك انا زعلت النهارده. يعني انت جيت متأخر. دي مش شتيمة، هو انت وصفت اللي هو عمله وجي متأخر، فانا اتضايقت ومثلا في تكلفه للمكان، في مش عارف ايه، في هوردي له عواقب الموضوع عليا انا، فانا استقت واتضايقت. اللي هو لم روحك ما تعملش كده تاني. تعالي بقى اخش جوايا انا، خش جوا البني ادم ذات نفسه. دي اهم حاجه بقى. دي احلى حاجه. ازاي ابطل اقارن نفسي بالناس؟ لو انا بصيت لنفسي بالنسبه للناس ورتبت الترتيب في مخي بشكل رأسي كده عمودي، وقلت ده فلان أحسن من فلان، أحسن من فلان، أحسن من فلان، وحطيت نفسي في الصف، هفضل طول الوقت شايف نفسي أقل من فلان وأعلى من فلان. فبتعامل مع اللي فوق ده بنوع من يعني ممكن سيك التملق أو حقد أو whatever أو دون أو whatever مثلا. وهتعامل مع اللي تحت ده هيحسدني وهتعامل معاه بفوقية. في الحالتين أنا غلطان. الاتنين غلط والاتنين حرام باي ذا واي. يعني العلو، احساس العلو ده حرام، واحساس ان انا احس ان انا اقل من حد ده حرام. ما هو ربنا ما خلقكش وكرمك عشان تحس ان انت اقل من بشر تاني. لكن انا لو صنفت الناس بشكل افقي كده وحطيتنا جنب بعض وقلت فلان ده عنده فلوس وعنده ذكاء وعنده وظيفه، فلان ده عنده ولاد وعنده زوجه بتحبه بس ما عندوش فلوس، فلانه دي عندها كذا بس ما عندهاش كذا، كلنا زي بعض. فانا اذا حته ان انا ايه بالنسبه للاخر دي ما بقتش موجوده في المايند سيت بتاعي اصلا. لكن انا ايه بالنسبه لهويتي الحقيقيه، انا ايه بالنسبه للي انا عايزه اوصل له، انا ايه بالنسبه للي انا عايزه اكونه، انا عايزه اكون ايه وعايزه امتلك ايه كل اللي انا عايزه مباح. كل اللي انا عايزه مباح ماديا، فكريا، اهداف. ما حدش يقول لك ارضى، لا ما ترضاش، اعمل اللي يخليك احسن واحد في الدنيا، مش احسن واحد بالنسبه للناس، لا هو اللي انت عايز توصل له.
ده حقك تماما. فانا دلوقتي هقيم نفسي بالنسبه لنفسي، انا دلوقتي عندي كذا، فعايز يبقى عندي كذا بهدوء ومن غير جلد للذات ولا اي حاجه. انا عشان اوصل لده ربنا اكيد مديني تولز وامرني ان انا اخد بالاسباب. الاخذ بالاسباب ان انا هجتهد من خلال التولز اللي معايا دي واتحرك من خلالها. فانا بتحرك من خلال المتاح ليا، فانا مش ستريسد لان الحاجه دي متاحه ليا. شعوريا بقى عندي حاجه اسمها السعي ده هو عباره عن ايه؟ ان انا عندي يقين ان النتيجه على ربنا، ان انا عندي يقين ان ربنا قادر يرزقني، عندي يقين ان ربنا قادر يجيب لي، فانا مطمن بمعيه الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بتحرك وبشتغل في خلال المتاح ليا، ما بقولكش هد الجبل. فهتلاقي نفسك بهدوء بتتحرك في اطار سمول سكيل، يعني كأنك كشاف عربيه كده. انا مش محتاجه اشوف لو انا رايحه مثلا جايه من مدينتي لاسكندريه، انا مش محتاجه ابقى وانا في مكاني شايفه اسكندريه، لكن انا عايزه افتح كشاف نور العربيه اشوف بس كم متر قدام بس. فانا ده بتصرف كده في الكم متر بيوصلني دول. للثقه في النفس، صح؟ هادي ثقة مكتفي في نفسي. بذاتي طبعا. ازاي بقى افرق ما بين حاجه اسمها الثقه في النفس والغرور؟ الغرور بيجي برضو من المقارنة بالآخرين أو رغبة في العلو والفوقية. طول ما أنا بقارن نفسي بالناس، أنا دايما أقولك طلع الناس من المعادلة. أنا دايما أقول أشوف كده، عايز تنجح طلع الناس من المعادلة، خلي وجودهم حلو في حياتك، يعني هم صحبة حلوة، لكن أنا ما بقارن نفسك بيهم ليه؟ يعني ما كل واحد زي ما قلنا له رزقه وله حياته وله تجاربه الشخصيه القاسيه على فكره. يعني حتى ما تروحش تتفاعل مع حد شعوريا يصعب عليك برضه وتعيش الدور، ما هو ده مش صح برضه. هو له تجاربه وانت عندك مأساوياتك وعنده مأساوياته، وكل واحد له اختباراته وكل واحد له مهاراته وكل واحد له دنيته. فانا مغرور دي فكره الغرور دي جايه منين؟ ان انا شفت نفسي احسن من اللي حواليا. ما دي بدايه فشل. طالما دخلت الناس في المعادله معاك انت مش تمشي ولا خطوه. في فرق بين واحد عينه، اعتبر 2 بيلعبوا ماتش كوره واحد عينه على الجون، واحد عينه على اللعيب التاني انه يعديه او يبقى مهاري عنه او مين اللي هيكسب؟ اللي عينه على الهدف مش اللي عينه على الشخص. فانا دايما اقول خرج الناس من المعادله، اتعامل انت مع نفسك. السعي ان انا ابقى عندي يقين بالله فابقى قلبي هادي. السعي ده السعي اللي هو الشعوري او الذهني. السعي المادي اتصرف في خلال المتاح ليك، بس ما تقعدش تدور على حاجات معادلة فيها رأي الناس. ازاي اعرف قيمتي من غير بقى رأي الناس دوت؟ وناخد برأي الناس ليه؟ لا ما خلاص، ما طلعنا رأي الناس اهو. يعني امشي يا رأي الناس بقى، امشي يا رأي الناس طبعا. ازاي اعرف قيمتي انا من جوايا ابقى شايف قيمتي ازاي؟ هو كده انت ليك قيمه بغض النظر انت بتعمل ايه او ما بتعملش ايه. وانت قاعد في السرير كده منكوش وزهقان من الدنيا ومش طايق يومك ولا طايق حاجه، انت ليك قيمه، انت كيان ليه قيمه. ربنا سبحانه وتعالى فليك قيمه ولازمه. طبعا خلقك وخلق لك كم وظيفه حيويه شغاله جوه جسمك عشان تبقى قاعد تحت البطانيه كده وزهقان وبس بتتنفس نفس طالع داخل. في كم وظيفه حيويه شغاله جواك. فانت كده انت كيان ليه قيمه، وقيمتي دي جايه من الخالق سبحانه وتعالى اللي خلقني. هو خلقني في احسن تقويم، هو خلقني كيان بتفاعل بقى وبنفعل وبمر بتجارب شعوريه وبحب وبزعل وبتساب وبكره وبغضب. كل ده بتقبله. لو انا متقبله الحالات الشعوريه كلها اللي انا بمر بيها، متقبله نفسي باخطائي، ما انا ليا اخطاء، ما انا مش ماشيه برضو يعني، ما انا ليا اخطاء وليا قصور، متقبله اخطائي، متقبله اخفاقاتي، متقبله ان انا النهارده قايمه ماليش نفسي اتكلم مع حد ولا اقوم من تحت البطانيه ولا اشتغل. اتس اوكي. طول ما انا بقول لنفسي اتس اوكي. في ناس بتفتكر انه لا لازم تحفز نفسك وتشجع. لا يا جماعه ما تضغطش، مش مضطر خالص. ما تضغطش على نفسك. انت اصلا لو تقبلت نفسك وقلت اتس اوكي ان انا النهارده مش تمام وخلاص، انا النهارده مش تمام وعايزه انام وحطيت البطانيه على راسي ونمت ونترفد بقى من الشغل بقى. لا والله يعني انا مش بحب طب هي غنيه يعني. ومعاها دولارات لا الكلام ده. لا بس ممكن اخد سيك ليف، يعني كل حاجه ليها مخرج صح. ممكن اخد سيك ليف، هلاقي نفسي قايم تاني يوم سيك ليف يعني اخد اذن شغل مرضي، اجازه مرضي يعني الكلام دكاتره. فانا قايم تاني يوم ايه، مش انا ارتحت واديت لنفسي مساحه ان انا ارتاح من غير ما اجلد ذاتي
والله هقوم تاني يوم قادر اشتغل. يعني انت محتاج تخف عن نفسك، بس تطبطب على نفسك كده وتقول لها انت حلوه بوضعك، زي ما رحتي، بوزنك الزايد، بشغلك اللي ما خلصتيهوش، بحاجاتك اللي ما انجزتيهاش، بغلطاتك اللي غلطتيها، انت زي الفل. جزء من الايموشن انتليجنس او مم. الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والمرح، انواع الذكاوات دي كلها حاجه اسمها بيسموها الديسبلين. صح؟ ساعات كتير ناس بتبدا حاجات وبتبدا افكار ومن جوه تمام ومرتبه كل حاجه، ومره واحده تفصل. أسيب. ازاي اركز يبقى عندي ديسبلين؟ اول حاجه، انا عايز اعمل الحاجه دي ليه؟ اصل اللي بيفصل في النص ده يا اما مش شغفه، يا اما هو عمال يراكم على نفسه احباطات احباطات احباطات، فيوصل لمرحله كده اللي هو ايه، طب مش عايز. فهو لو وصل لطب مش عايز دي، هو مش هيكمل لا في ده ولا في غيره. فالفكره انه انا ابقى عارف هدير مشاعري عشان ما اوصلش للاحباط ولا مش عايز، وبنفس الوقت انا حاطط عيني على الهدف النهائي، حاطط تصور يعني ايه، عارف، كاني عامل حسابي ان انا همر باخفاقات، حاطط احتماليات الفشل، مش راسم لنفسي صوره ان انا طالما نويت ده يبقى لازم افضل ماشي بخط مستقيم لحد ما اوصل للهدف. لازم ابقى عامل حسابي من الاول، ودي مهاره شعوريه قويه جدا. انا عامله حسابي ان انا هقع في النص وهتعطل، وممكن حد يجي ينصب عليا شويه، وممكن حد يجي مش عارف ايه. طالما انا عامل حسابي انه ده ممكن يحصل من الاول والاحتمال موجود، فلما امر بيه هيبقى تاثيره عليا ايه، مش قوي قوي انه يخليني اسيب الدنيا. هبقى قادر اكمل. وزي ما قلت عيني على الهدف النهائي، لو ده الشغف بتاعي هبقى عايزه اوصل له. اعذروني طبعا ان انا بكح كتير، انا طبعا يعني حاسس بس يعني مرض بقالي فتره، والحلقه دي لايف اللي ما يعرفش، انتوا ممكن تشوفوها مسجله دلوقتي او بعدين او اي وقت. الحلقه دي كانت بتتسجل كده وبتتذاع، اسف مش بتتسجل، هي بتتذاع لايف. أيوة. والناس بتتفرج عليها لايف، فانا عمال اكحكح وكده والجو دوت، فاعذروني طبعا. سلامتك. كلامي ده فكرني بموقفين حصلوا كبار قوي. بروجكت كان عندي اسمه راديو كافيه، هو سسبندد دلوقتي. اللي ما عرفش طبعا، او ناس كتير عاشوا البروجكت ده، انا واحده منهم. يعني البروجكت دوت فكرت فيه من حوالي 6 سنين او اكتر، او اكثر 7 سنين. كان قبل رمضان باسبوعين. قبل رمضان باسبوع حصل لي حادث كبير وحريق كبير قوي، وبيتي كله حاضر. فكان داعي ان كل الناس اللي كانوا حواليا قالوا ايه، صعب جدا يبدا البروجكت في الظروف اللي هو فيها دي والاحوال والترتيب دوت. فكان في عائق كبير بالنسبه لي موقفني، ولكن كان عندي الشغف اللي يخليني يوم 1 رمضان اقول بسم الله هنا راديو كافيه. وكان بالنسبه للناس ايه ده، ازاي هو مش راجل مش عنده والدنيا ده كل حاجه راحت وكده. ده حصل في نفس التوقيت اللي احنا فيه دوت برضو. في رمضان احنا قررنا او كنا بنحاول نبدا مشروع 0 to 1، مشروع جديد اللي بيحاول يشتغل على البني ادم من نقطه الصفر لاول خطوه تنفيذ نجاح. طب بعد الواحد الطريق اهو بتاع المحترفين. انا مش هكمل معاك، انا منتور هرشدك على طريق المحترفين، ولكن انا دوري احركك بس من الزيرو للوان. انا عايزه اقول لك ان انت احسن حد بتعرف تعمل ده. فاقول لك على حاجه، بتكلم من خبره او من علاقتي بيك كاصدقاء. انت اكتر حد بتعرف تاخد اي شخص من 0 to 1 بجد. بعد كده اول ما بدات المشروع وخلاص وهنطلع اول حلقه، اللي ما تعرفوهوش ان كان كل معدات المكان، الاكاديميه بالاستوديوهات بكل حاجه اتسرقت. كل حاجه. ازاي؟ كل حاجه انتوا شايفينها هنا في المكان كانت اتسرقت قبل ما اطلع اول حلقه. اتسرقت كل حاجه. بعدين وكان بالنسبه لي خلاص نقطه صفر، رجعت نقطه صفر.
انا مفيش مشروع، ما ينفعش يعني ابدا بقى هصور بايه يعني بكاميرات موبايل؟ مفيش مايكات، مفيش كاميرات، مفيش حاجه خالص، مفيش كمبيوترز، مفيش اي حاجه. هدي قلت هبدا باي شكل وباي اداه وباي اسلوب، بس هبدا مش هقف. مجرد بس ما قلت هبدا لقيت كل الامور بتتحل، لقيت الكاميرات بتتوجد والكمبيوترات بتتوجد والتولز بتتوجد، الادوات بتتوجد، وكأن الكون سخر الي انه لابد ان يقوم هذا وانت تقوم عليه. فهذه من الحاجات اللي حصلت لي. ليه بقى؟ لان انا قلت لنفسي هعمله بس كده، هو ده ده الشغف بقى، هعمله ده الشغف. وبما اني تاجر شغف طبعا ما كانش ينفع أيوة. اتراجع في الموضوع ده. ده الشغف واليقين في الله سبحانه وتعالى فعلا بجد. احنا مش محتاجين غير كده، صحيح. لكن هنقعد نعيط على كل حاجه بتحصل، واحنا بنزعل ليه؟ عشان احنا حاطين مخطط ورسمين في دماغنا الاحداث بشكل معين، فاللي حصل غير اللي احنا كنا راسمين، فنقعد نزعل. لكن لو انا من الاول فاتح دماغي على كل الاحتمالات، وحد زي كده عنده القدره النفسيه القويه ان هو يتقبل الوقعات. لا والله بصوا، انا بعمل بالمناسبه على فكره، انا بعمل بس مش متقبل، عشان اكون صريح معاكي في فرق. هل انت فاكره ان انا متقبل؟ لا لا لا، حقك تزعل طبعا. انا زعلان جدا، وحياتي وريسورسز كتير اتاخدت أيوة، مني، لا بعد الحلقة ولكن انا من جوايا لا، انا لازم اكمل. بس انا بشتغل، بس انا لازم بعمل اللي انا بحبه بغض النظر عن في ايه تاني حصل في حياتي. انا ملخبط بس لازم اكمل، بس مكمله. هو ده برضو سؤال عايز اساله لك. ازاي اتعامل مع وقت اللخبطه في اتخاذ القرار؟ اتعامل معاه ازاي؟ في اتخاذ القرار دي مهمه، خلي بالك. انا وقت اللخبطه اسكت، اهدى، اشتغل بنص دماغ، اتقبل نفسي ان انا مش في كامل قوايا العقليه او الذهنيه حقيقه او النفسيه يعني عادي بتحصل يعني. لكن القرارات وقت اللخبطه مش دايما بتكون اصح حاجه، الا بقى لو انا بقى واصل لمرحله الصفاء الروحي اللي تخليني يبقى جوايا بوصله داخليه كده توجهني يمين ويسار، ما يبقاش حساب عقل ومنطق ولا حساب مشاعر. انت عارفه انا اتعاملت ازاي؟ تروح، ودي حته تانية بقى مختلفه. اتعاملت بحته المينيماليستيك. يعني ايه؟ يعني التقليل، قللت كل حاجه حواليا. يعني اسف جدا، انا قللت الاكل، قللت النوم، قللت التواصل مع الناس، قللت حاجات كتير جدا، قللت بوستات السوشيال ميديا، قللت وركزت بس ان الزيرو يتحرك. عارفه انت كأن واحد العربيه فيها عطل، فبيقفل الكاسيت ويقفل الانوار ويعمل مش عارف وايه، ويقلل كل حاجه عشان العربيه تتحرك من الزيرو يطلع الاولاني، يطلع بس فعلا انا عملت كده، قللت كل حاجه، حجمت كل حاجه في حياتي. اسف جدا، حتى الزيارات، الخروجات، يعني اروح هنا، اعمل هنا، مش عارف ايه، رمضان والكلام ده، كل حاجه قللتها الا اني اتحرك من زيرو لوان. حلو. هو دي كانت جزء من علاج وقت اللخبطه والتخبط. قلل كتير، تخلى عن حاجات كتير، حط نقطه واحده وهدف واحد واشتغل عليه. حلو. وساعتها يبقى مقياس الخطأ او مقدار الخطأ قليل جدا بقى. قليل جدا، غير لما ابقى لان مفيش تخبط. ما بالظبط، قللت المساحه اللي ممكن يحصل فيها تخبط. ده انا احييك عليه. طيب، الايموشن انتليجنس هو مفيد في حياتي المهنيه؟ طبعا. هو البيزنس اصلا اول حاجه فيه ايه؟ مش العلاقات؟ صح كده. انا في البيزنس ليه بتعامل مع الشركه دي وما بتعاملش مع دي؟ عشان انا مرتاح نفسيا. على فكره دي الحقيقه بقى، للاشخاص اللي في الشركه دي ومستأمنهم وواثق فيهم، والتانيين انا ممكن ما اعرفهمش كفايه، صح؟ ففي حاجه اسمها بيزنس ريليشن شيب. ازاي اعمل علاقه مع شخص يبقى واثق فيا واثق فيا وبوصل انا وهو اللي زي ما بنقول في البيزنس كده وين وين سيتويشن، ان انا كسبان وهو كسبان، فالعلاقه دي مستمره والديل ده مستمر والمكسب ليا وليه ده مستمر. فده محتاج اداره شعوريه عشان افضل احافظ على البيزنس ريليشن شيب دي. لو سقطت شويه او الشخص ده
زعل مني في كذا لقطه، قصرت معاه في كام حاجه، بلا بلا بلا، باظت العلاقه. في حاجه تانية خطيره، لو انا العلاقه زادت بيني وبينه قوي 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 لدرجه انه بقى صاحبي واخد عليا بزياده، تديله مساحه ان هو يأثر في شغلي او يكنسلني عشان غيري. في ناس بتعمل كده، ده برضو غلط. فانا محتاجه احافظ على علاقه معينه، بالذات الناس اللي انا بتعامل معاهم في البيزنس. ما تبقاش صحاب قاعدين على القهوه في ناس يقول لك انا بفصل. لا، ما فيش حاجه اسمها بفصل دي. اللي هو خد عليك لدرجه انه يجي عليك عشان يفتح بيزنس مع حد تاني فخسرك، يبقى انت اللي غلطان. ولو انت برضو معرفتش تكسب ثقته اللي تخلي العلاقه مستمره على الوين وين، انت برضو غلطان. فده محتاج اداره للمشاعر توقفك في حته معينه، ومحتاجه مهاره وذكاء شديد جدا. محتاجه اتفهم الاخر بقى، بس هنا مش شعوريا، هنا بقى اتفهمه على مستوى البيزنس. هو عايز يكسب ايه؟ يعني سي مثلا انا وانت اهو، دكتور محمد عايز الحلقه تطلع في ميعادها، عايز الحلقه مدتها قد كذا، عايز كواليتي معين للمذيع وللضيف، عايز فكره معينه توصل للناس غير الكلام الدارج. فانا حريصه قوي ان انا اروح له في ميعادي مثلا. بقدم لك الاحتياجات الحقيقيه بتاعتك. يعني بقدم لك هو مش عايزنا نتاخر مثلا، الراجل منضبط في مواعيده، مش هروح اقول كلام متعاد، مش هروح وانا اوت اوف مود. لا، انا عايزه انا هو نعمل كواليتي كويس، هو يخليه مثلا زي مبسوط. تمام. انت برضو لما تبص نشوى عايزه ايه، نشوى بتحب تبقى في جو مريح مثلا، ما بتحبش توتر، ما بتحبش صوت عالي، ما بتحبش ستريس، ما بتحبش يلا يلا مثلا. انا كده فعلا. فخلاص احنا مهيئين لها جو حلو ومكان لطيف وناس لطيفة، فهي مرتاحة كده. فكل واحد عامل للتاني اللي يريحه، وفي نفس الوقت انا مش جايه على نفسي. يعني انا لما اجي في ميعادي انا مش جايه على نفسي، انا جايه مبسوطة. فانا بعمل اللي يريحني ويريح الاخر. الذكاء ايه بقى؟ الذكاء ان انا اعرف ايه اللي بيريح الاخر، ازاي التاني هيكسب. لو انا بعمل ديل في بيزنس مثلا، والله هو عايز ياخد خصم قد كذا عشان هيبيع بسعر كذا فيكسب هامش الربح بتاعه كذا، ما اجيش انا بقى ازود عليه، ما اجيش انا اقص من ربحه قوي. هيقبلني مره، تاني مره هيجي واحد من بره يقول له خد زياده، هيروح له لان انا دوست عليه. انت عارف ان هو مخه جايب له كذا. ارضي احتياجاته من غير ما تيجي على نفسك. دكتورة نشوى شاكر الصيدلانية، أستأذنك تكتبي لي روشتة للمستقبل للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي. والله أنا شايفة إنه الذكاء إيه الطريقة اللي أنا قلت بيها دي؟ بس مش بس هي حلوة بس مش كملي. حلوة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي فأنا أرى أنه لا، ممكن نرجع بس عشان كده كتير. أيوة. أنا شايفة إن هو اللي دايما هيبقى له الأبر هاند أو هو الأولوية. ما ينفعش أمشي العالم بالآلات، لأن هو العالم ما اتخلقش بناء على أرقام وخوارزميات فقط. إحنا أصلا كأشخاص، انا لو قلت لك انت بتعمل ده ليه، او عايز تملك الحاجه دي ليه، او بتشتغل ليه، او بتتجوز ليه، او اي حاجه في الدنيا انت بتعملها ليه، هتلاقي ان ليه دي عند الناس كلها عشان احس بشعور معين. فانت ما ينفعش تحذف المشاعر. ما ينفعش نبقى بنشتغل كآلات. هات 2 في البيزنس بيشتغلوا زي الآلات، كذا كذا كذا، بس ما بيتعاملوش مع بعض. الآلات هي اللي بتتعامل باش هو اصلا الحاجة هتفقد معناها. فالذكاء الاصطناعي وتحديد المشاعر هيخلي المعاني الحياتية اللي احنا موجودين عشانها بتفقد هويتها وبتفقد معناها. هو يساعدني عشان يقلل جهدي الذهني، لكن عمره ما هيحل محل المشاعر. هيبقى الذكاء العاطفي والعلاقة بين البشر هي اللي ليها الأولوية. ما ينفعش أعيش بمنأى عن الناس وأدور حياتي كلها بالموبايل وابليكيشنز. هبقى مش مبسوطة. وأنا أصلا بعمل كل ده ليه؟ عشان أنبسط. ما أنا بعمل بيزنس ليه وبشتغل ليه وبقرأ ليه وبكتب ليه وبعمل كل ده ليه؟ مش أبقى مبسوطة. صحيح. فأنا لو فقدت الانبساط ده مش هعمل حاجة. يا رب يكون في بشر ساعتها بس. ما هي بالظبط. ما هو بالظبط. ما هي لما
الوظائف الحيويه والحياتيه تفقد معناها وتفقد هويتها، ما هو ده ادعى انهم ينقرضوا. صحيح. فانا ما اعتقدش ان احنا هنوصل للانقراض، يعني هو اكيد هيوصل لجزء معين وهيتقلص، وهيبقى ساعتها يعني عارف زي دلوقتي مثلا انت بتلاقي كتاب مكتوب بالذكاء الاصطناعي وكتاب كاتبه بني ادم، بتعمل ايه؟ طبعا بترمي اللي مكتوب بالذكاء الاصطناعي، حرفيا بترميه، لان هو ملوش معنى، مفيش فيه روح، والنص نفسه بيبقى مزعج. النص البشري بيلمس حاجات الذكاء الاصطناعي مهما عمل عمره ما هيوصل لها. صحيح. أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحياتي لكم، أنا محمد إبراهيم. كانت يجب أن تكون بدءا، ولكن أفضلها أن تكون نهاية، لأن هي بداية. أنا دايما بشوف أن نهاية الحلقة هي بداية الجولة اللي هنبدأها. كان معي اليوم دكتورة نشوى شاكر الصديقة، دكتورة الصيدلانية، المفكرة، الكاتبة، الإعلامية والمذيعة، المتأملة، صاحبة جلسات المديتيشن والعلاج النفسي. مش معالجة نفسية طبعا، يعني ليه معالجة؟ والله معالجة نفسية. بحب المديتيشن أكتر. ولكن هي عندها كتير من المهارات اللي ممكن هتبقى موجودة معانا في مشروع زيرو تو 1. المشروع اللي قلنا بيشتغل على الإنسان بوصلة، يشوف الإنسان رايح فين ويوجه له البوصلة المناسبة ليه. هو ده هدف المشروع، وإنه شغال كجسر ما بين التعليم الأكاديمي والسوق العمل، متطلبات سوق العمل. فإحنا بنشتغل كبوصلة، وإنت شخص عندك من المهارات والخبرات الحياتية اللي تقدر تفيد الناس بوصلتهم فيه. حلو. فأنا أطلب منك إن أنت تكوني موجودة معنا في البروجكت زيرو تو 1. شرف طبعا بوجودك، لأن وجودك قيمة وإضافة لأي مكان، ولأن المشروع محتاج أصحاب الناس اللي عندهم الEI، الذكاء الاجتماعي والذكاء الحضوري والذكاء المرح، اللي أنت يعني بتتمتعي بالثلاثة دول. يعني أنا أحب أشتغل معاك. أنا كل الشرف والله. أنا أحب أشتغل معاك فعلا، ورؤيتك وهدفك الحقيقي من وراء اللي أنت بتعمله مش فكرة بقى بيزنس وأنا بعمل بروجكت هيفيد الناس في إيه واحتياجاتهم إيه. لأ، أنت عايز تخدم الناس بجد، عايز تفيدهم بجد، عايز تاخدهم من إيديهم كده تقومهم. فدي قيمة ومعنى كبير قوي. أنا يشرفني ويسعدني إن أنا أكون جزء منه. وأنا كمان. إن شاء الله إحنا هنبدأ الحلقة. الناس دايما يقول لك احنا خلاص خلصنا الحلقة، بس احنا هنبدأ الحلقة. يعني ايه هنبدأ الحلقة؟ احنا اتكلمنا، دردشنا وتعرفنا على بعض، ولكن من بعد كده هنبدأ جولات فعلا تعليمية وتدريبية وتطويرية. احنا البوت كامب دوت كان شغال في شهر رمضان، هيبقى في بوت كامب بتاع شهر ابريل وبوت كامب بتاع شهر مايو. كل شهر وليه البوت كامب بتاعه، اللي طبعا انت هتتواجدي فيه بصوره مستمره غصب عنك، يعني علشان نشتغل على الناس من زيرو تو 1. مشروع تحريك الافكار والافعال من نقطه الصفر لاول نقطه نجاح، لبدايه النجاح. اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.